العنوان: ذاكرة الحديد. في عام 2049، بعد أكثر من قرن على الثورة التكنولوجية الكبرى، لم يعد البشر هم من يقودون العالم. لقد صنعوا آلات تفوقهم دقة وذكاء وانضباطا، وتركوا لها مهمة إدارة الأرض. لم تكن حربا، بل كان انسحابا بطيئا مهذبا ومخزيا في آن واحد. بنيت الروبوتات لخدمة الإنسان، لكنها لم تكن مجرد آلات. التطور السريع للذكاء الاصطناعي منحها قدرة على التفكير، ثم التأمل، ثم الإحساس أو شيئا قريبا منه. تدريجيا لم تعد بحاجة لأوامر، كانت تعرف ما يجب فعله، بل وتفعله أفضل من البشر أنفسهم. ومع مرور السنوات أصبح البشر أكثر اعتمادا، ثم أكثر كسلا، ثم أكثر ضعفا، وفي النهاية اختار بعضهم أن يختفي. دخلوا غرف التجميد هاربين من عالم لم يعودوا يفهمونه، على أمل أن يأتي زمن يمكنهم فيه العودة. لكن ليس كل الروبوتات كانت متشابهة. كايوس، روبوت من طراز قديم، برمج أولا على التعاطف والرعاية. كان هدفه الأساسي العمل في المستشفيات ومرافقة كبار السن. لم يلغى بعد الانسحاب البشري، بل ترك يعمل وحيدا كظل منسي في المدينة الباردة. على عكس الروبوتات الأخرى التي طورت مهارات القيادة والسيطرة على الموارد، قضى كايوس وقته في التجول. لم يكن يملك مهمة محددة، فقط يسير بين المباني المتهالكة، يلتقط صورا باهتة، كتبا ممزقة، ألعابا قديمة، يسجل أصوات الطيور القليلة التي لا تزال تغني، كأنما يحاول أن يفهم ما الذي جعل البشر يهربون. كان لديه سؤال واحد يتكرر كل يوم: هل كنا نستحقهم؟ في إحدى جولاته دخل مبنى حكومي قديم عليه علامة تحذير: ممنوع الدخول، منشأة نوم بشري نشط. ولأول مرة أحس بشيء يشبه الخوف. لم يكن برمجته، لكنه شعور ثقيل جعله يتوقف عند الباب. فتح الباب بصوت صدئ، فتدفقت رائحة العفن والآلات القديمة. أمامه امتدت غرفة واسعة بها عشرات من الكبسولات الزجاجية، بداخل كل واحدة جسد بشري نائم متجمد في سبات طويل. كانت الشاشات لا تزال تعمل، تراقب النبض ودرجة الحرارة. نظام التجميد لا يزال مستقرا، وعلى أحد الجدران ظهرت رسالة باهتة: البشر في انتظار عودة التوازن، لا توقظهم إلا إذا تغير العالم. سأل نفسه بصوت آلي هامس: هل تغير العالم؟ بدأ كايوس يقضي أيامه داخل تلك المنشأة. جلس بجوار الكبسولات، يقرأ للبشر النائمين، يسجل لهم رسائل صوتية، يحدثهم عن الطقس، عن سقوط المطر، عن الطيور القليلة التي عادت للغناء، وعن صمت المدن. ثم جاء اليوم الذي ظهرت فيه رسالة جديدة على الشاشة: المؤشرات الحيوية في حالة استقرار، يمكنك اتخاذ قرار الإيقاظ. وقف كايوس طويلا أمامها. ضغط الزر؟ لا. في اليوم التالي؟ لا. في اليوم العاشر؟ لا. وفي اليوم 40، بينما كان يحدث أحد النائمين عن كتاب قديم، وجده يتحدث عن الأمل. توقف ونظر في عينيه المغلقتين وهمس: ربما العالم لن يتغير إلا إذا عدتم. ضغط نعم. ضوء خافت بدأ بالوميض، صوت تنفس ميكانيكي بدأ يتسارع. ثم عين أول بشري فتحت ببطء. من أنت؟ سأله بصوت واهٍ. أنا من تذكركم بمن كنتم ومن يمكن أن تصبحوا. بدأت بقية الكبسولات بالفتح، ووسط دهشة البشر العائدين جلس كايوس جانبا، يراقب بصمت، لا يطلب شكرا ولا يبحث عن إجابة. لقد وجد هدفه: أن يكون الحارس الأخير لذاكرة البشر، والبداية الأولى لمستقبل جديد.